والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الأجمعي المصطفى الأمين صلى عليه وسلم تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم من الذين إذا أنعم عليهم شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أسلم استغفر فإن العبد بين ثلاث نعمة من الله تتهاوى عليه ففيها شكر ونعمة من الله تنزل به ففيها صبر وإن العبد مبتلى بالمعصية ولذلك الذين أنعم الله عليهم إذا أذنبوا استغفروا صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث كفارات وثلاث درجات. ثلاث ايه زي ما الشيخ كان بيسالكم؟ ثلاث ايه؟ منجيات وثلاث مهلكات وثلاث كفارات وثلاث درجات. اما المنجيات مراقبه الله في السر والعلن والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر. اما المهلكات شح مطاع هوى متبع اعجاب المرء بنفسه. اما الكفارات اسباب الوضوء على المكان وكثره الخطوه الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. اما الدرجات اطعام الطعام افشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام. رواه ابن عمر في البيهقي وسنن ابن داود والامام مسلم صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناخد عن سيد المبيات هناخد منهم مختصر كلنا عايزين كلنا عايزين ايه؟ النجاة. كان سيدنا الشيخ بيتكلم من معاني التوحيد عن التوكل برضه المراقبه مراقبه الله في السر والايه؟ والعلانيه. ربنا بيقول ايه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يوم القيامه يأمر الله ملائكته ان يأخذوا ناسا الى الجنه فيدخلوا ولما يدخلوا فيها ويروا ريحها ويشموا ريحها ويروا ما أعد الله فيها للطائعين من أهلها يقول الله اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا الجنة كان ذلك أمرنا بها فيقول الله ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم فرستموني بالعصائب هبتم الناس ولم تهابوني تركتم للناس ولم تتركوني خفتم الناس ولم تخافوني فاليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتم من الثواب. قصة شهيرة اللي كلنا حافظينها بتاعت سيدنا عمر لما مر على الراعي وقال له ايه؟ قال له بيعني شاة، قال له انا مؤتمن، قال له قل لصاحبها بالحي من غير ما تقول لصاحبها قل له انا حسيت، قال له اذا قلت هذا لصاحبها فاين ايه؟ الله عز وجل. قصه بنت بائعه اللبن كلنا عارفينها لما راح سيدنا عمر سمعها ويقول لها خدي اللبن يا جماعه خلي
المصحف بتاعي، المصحف ده راح فين؟ المصحف ايه؟ بتاعي راح فين؟ وكلكم ايه؟ بتعيطوا. مراقبة الله في السر والعلانية والعدل، خلي بالك، اساس الملك واساس كل شيء في بيتك، مع عيالك، مع زوجتك. خلي بالك احنا عندنا مشكلة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يبقى الراجل عارف ان ابنه ظالم ووجه الحق الولية وينصره، ويجي يقول الله اكبر ويروح يملك، صح؟ والست والاب عارف ان بنته مطلعه عين الراجل الولد ويمرضه، يبقى هي عايزه ده يقول اخرجها واسيبها زي بين الوقت البور. خلي بالك، ما هو لعلكم تتقون. انا مسؤول ليه؟ يا ايها الذين امنوا، الشيخ اكيد عامل قال لكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قيل للنبي ان فلانا تكثر من صلاتها وصيامها غير انها تؤذي جيرانها. قال النبي هي فين؟ في النار. الصيام بتاعك ده الا يغير سلوك. النبي لما شاف الراجل بيصلي كده قال له ارجع فصلي فانك ايه؟ لم تصلي. رب صائم لم ينل من صيامه الا ايه؟ الجوع والعطش. ورب قائم لم ينل من قيامه الا السهر والتعب والاحلام. طب انت صيامك ما غيرتش بسلوكك ولا لا؟ انت صمت الصيام اللي بس عندك الكفاره فقط لا غير. الصيام اللي انت ايه؟ ما عادش كفاره فيه. ولذلك من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. كل مقياس ده احنا نكتب ربنا تصرفات ان انا ابقى عارف انا هحكم لابني. طب ما ابني ده هيكون سبب وانا هديله ليه؟ وانا احبه اكتر من نفسي؟ ما حدش بيحب حد. ولذلك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبين كل امرئ منهم يومئذ شأن منهم. هل عن سيدنا عمر عمل ايه؟ لما جه يروح يفتح بالمرض الصور والخالد بتاعه قال له ايه بقى؟ عشان ياكل قال له اجلس نحسبها، ان ركبت وحدي ظلمتك، وان ركبت ظلمتني، وان ركبنا ظلمناها، اللي هي المركوب اللي هي كمان. قال له ايه بقى؟ اركب مرحله وتركب مرحله ونتركها فارغه مرحله. كل واحد فينا يقدر يسيبه وهو راكب ومقدار، يبقى هو الخادم بتاعه يركبه. وخلي بالك سيدنا عثمان بن عفان مره مسك اذن خادمه فقال له يا امير المؤمنين. قال له اوجعتني. قال له امسك اذني واصنع بك ما صنعت. الخادم ما رضيش. قال له لا انا مش هعمل كده. قال له لا. قال له لانك امير المؤمنين. قال له لا لاني اخوك في الله. فالمهم الخادم شوف فاهم برضه الناس كانت فاهمه ليه كويس، فمسك برفق فقال له ايه بقى؟ اشدد علي فاني اخاف الوقوف بين يدي الله. فالخادم نزع ايده وقال له ايه؟ وانا اخاف مما تخاف يا امير المؤمنين. يعني انا خايف ربنا مش خايف. خلي بالك، مراقبه الله في السر والعلانيه والعدل في الرضا. ولذلك ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والقصد في الغنى والفقر الانبساط، لا اسراف ولا تنسيف. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وثلاث مهلكات شح مطاع. خلي بالك، اوسخ او اشد من البخل والبطاع، لان الانسان بنفسه مجبول على ان هو وتحبون المال حبا جما، ولكن يمشي ورا اهواه ويمشي ورا اطماعه شح مطاع وهوى متبع. ودي مشكله المشاكل في السوق وفي الشارع وفي المسجد. عارف اقول لك على حاجه؟ واحد بيحبش الحاجه فطول شويه
اشرب من دي وسيب دي، مالكش دعوه بدي ودي. طب ايه؟ هو كده خلاص. اهم شيء اللي هو ايه؟ حاول ايه؟ واتبع مزاجه، ولو ما مشيش على مزاجه خلاص اشرب. ده مهلك للانسان. شوف المطاع هو المتبع اعجاب المرء بنفسه، وده اللي خلى ابليس عليه لعنه الله لما قال له ربنا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استغفرك ان كنت من العالمين. قال له يا انا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو نسي ان الامر ان ربنا هو اللي ايه؟ اللي قادر، وهو اللي خالق ده وخلق ده. وثلاث كفارات: اسباب الوضوء على المكاره، وكثره الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاه بعد الصلاه. فذلكم الرباط. مش في الحديث هنا، حديث ثاني، في حديث ثاني فذلكم الرباط، الشيء الوسيط اللي بيربط الانسان بالدين. اما الحاجات اللي بتعلي درجات الانسان خلي بالك هكتب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فلتحمل العقبه وما ادراك عقبه الموت او الكفر او العقبات يوم القيامه. عارفين؟ بلاش اللي بيصلي ويصوم وكده، خلي بالك قال لي ايه بقى؟ فلتحمل العقبه انا مش عارف وما ادراك ما العقبه فك رقبه. رقبه دلوقتي، في رقبه دلوقتي يا مولانا في ناس مجنونه ومسجونه والدنيا الكلام ده فيه في فك رقبه. فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. خلي بالك اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه في سوره الواقعه. خلي بالك انت ممكن تكون وربنا قال ايه؟ سلة ايه؟ من الاولين وقليل ايه؟ من الاخرين. يعني ممكن تبقى خلي بالك في ناس دلوقتي انت تصرف ابو بكر وتصرف سيدنا ابو بكر النبي لما قال الابواب كلها ابواب الجنه، فسيدنا ابو بكر عنده تشوق. ولذلك خلي بالك من حاجه دايما انا اخد بالك باجي ابص لحاجه مهمه ان سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه بما سبق ابو بكر الله اهو قال الشيخ وسيجنبها الاتقى بشيء وقع كل انسان له خبيئه. سيدنا ابو بكر الوحيد خلي بالك كان كل النبي يقول ايه؟ كل واحد دعوته الى الاسلام او الخير كانت له كانت له سنه كده فقط. ايه اللي يجيب؟ سيدنا ابو بكر ما عندوش السنه دي، زي كان الاول في كل شيء. كان الاول في ايه؟ في كل حاجه. سيدنا ابو بكر يقول لك ايه؟ ما سبقت ابو بكر الا وايه؟ ولا سبقت الا سبقت وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما يعلم عنده من نعمه ايه؟ تجزى. ولذلك سيدنا بلال لما طلب منه سيدنا ابو بكر جدا، سيدنا بلال بعد ما الرسول سيدنا بلال مش قادر لحد تاني، فلما قال له اذن سيدنا بلال فاهم فيقول له ايه؟ يا ابا بكر ان كنت قد اعتقتني لله فاتركني لله، وان كنت قد اعتقتني لنفسك فامسكني لنفسك. فهم سيدنا ابو بكر ان هو بيقول له ايه؟ ما تخلينيش انت تاني. قال له روح. سيدنا ابو بكر قال له ايه بقى؟ روح وامشي. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي من لم يتزكى وما يحمل عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. اطعام الطعام افشدوا بيعلوا الدرجات، افشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. ده في الحديث الثاني الشنا برضه حديث بقيه الحديث الثاني الانسان لما يلتزم بيهم يدخل الجنه بسلام ربنا سبحانه وتعالى. نستغفر الله العظيم كل ذنب عظيم ونتوب اليه. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على طاعه الله ابدا وليكن بالدين وخالف دين الاسلام ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا. انا بشكر الشيخ حامد اللي اداني الفرصه اتكلم وبشكركم على حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا.